اي 65 60 70 كل مره كيف. الاحمر معناها. اي طبعا اللحم شو اللحوم الاحمر. الحمراء. ايوه حتى بالدجاج غالي برشا، حتى الدجاج ما بين 10 و15 في تونس. لا وصل ل 11 كل مره والسكالوب كيف. قالوا لي 20 21. هذا نتبع فيك لا لا ما نحكيش على سكالوب، انا نحكيك على الدجاج. الدجاج 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 اللي 11 حطوا واش له سمعت. الزواج. 11 واش هذيك. لا انت والبلاص. انت والبلاص تمشي مثلا شو مش مرشي مساعد مش سنترال بلاصه. والبلاد. اي بالبلاصه. لا انت والبلاصه. وساعات تجي يعطيوه الدجاج باش يبيعوا للناس، يقصوا هو يرد الفرد وحده والدر وحده هذا وكذا كمان وحده. معمول به دكتوره ويبيعوا في لك الدول اللي يكون معمول به. ويبيعوا لك ديتا لا. انت توا يعطيوك على اساس انه باش يبيعوا الدجاج ب 11 دينار ولا ب 10 دينار نعم مسعر. كي تقص يولي ما عادش مسعر، يعمل فيها الفالور اجوتي هو باش تولي الدجاجه بعد يبيعها ب 20,000. صحيح. هذا فهمني المشكله تو؟ وين. هو حتى مثلا في اي تركيا الكيلو كي تاخذ جمله كيلو اللحم تقريبا في حدود قديش تلقاه حتى ب 35,000 تونسيه، لكن الكتلات يوصل حتى 90,000. مثلا الكتلات اغلى في العلوش هنا. اي الفالور اجوتي هذاك الفالور اجوتي هذاك كديد انت خدمه زايده اكثر نعم. تخص اللحم ولا تردوا هيك. خاطر تحيز. فيه زاد حاجات زايدين. لا مش تحيز، فيه خدمه زايده. ثم ناس تحب الكتلات حاضره باش ما تحبش هي تخصها، ما تحبش عندها ساتور وكذا ودرا شنو. نعم اكل الخدمه اللي باش يخدمها هو نتاع دقيقه ودرا شنو يبيعها كطبيب. يا اخي احنا تو في تونس حتى تمشي للدونتيست ودرا شنو نعم. الاسوء نتاعهم غالي. الاخر واحد قلع لك زرطه تشدوا 10 دقائق يقول لك اديله 50,000. الاخر يكسر لك ويطلع لك درسه يشد ربع ساعه يقول لك 500,000. يتكلم فيك صحيح. شيء نعم عشته مش نعم. فهمني. يعني كل واحد تو يعطي لي تعريف حسب رايه هو. علاش؟ خاطر غياب الدوله على المراقبه. والدوله انا سمعت الرئيس يقول من حق التونسي ياكل اللحم بالاسعار اللي تحطها الدوله. معناها ضمنيا انه الدوله تقوم بدور تعديلي. اي الدوله قامت بدور تعديلي هذاك قبل. كانت عندها الدواوين، ديوان الحبوب وديوان الزيت وديوان كذا. دونك هي وقت ثم قله نتاع معناها نتاع عرض تمشي هي تستورد باش ما تخليش الاسعار يطلعوا. وقت اللي يبدا كثره وفره نتاع عرض هي يلزمها تخزن. كان احنا توا كان صبت اندبي وكان نشحت اندبي. نعم. كان جات الصابه وجاء الزيتون وجات الواحد ما عندناش وين نحطوه، خلي العباد تبيع في الزيت نتاعها معناها بلاش وبغصه في القلب. صحيح. وكان ما صبتش تشحن فيه نار الزيت والعباد ما تخلصش عليه. فهذا كله خاطر الدور التعديلي اللي نحكيو عليه، ولا حتى في اللحوم ولا كذا الدوله ما عادش قايمه به. للاسف الشديد الدوله للاسف الشديد. ما عادش قايمه بدور التعديلي في الاسعار. لكن سيدي السعيد بعد 5 سنوات سيد السعيد سلطان البر والبحر ملك كل السلطات كي يجينا يقول من حق التونسي. راهو سيد السعيد نذكروا يا دكتور سماني سابقا قال كذلك انه اكثر من عامين من حق التونسي باش ياكل خبز تونسي واحد مش خبز مدعم. وبعد مده رجع نفس الموضوع تبدلش هو نفسه. ما قال خبز واحد لكل التونسيين. اي وينه الفعل هذا؟ هي راهو اكثر من هكايا. هذا تو مثلا اليوم قلت لك هذا التقرير اللي خرجته اليانس على تونس. نعم. واللي صنفتنا ديكات من ضمن التوصيات اللي حكيتها انا انه يلزم تونس تعمل استراتيجيه في المديونيه. يلزم المديونيه تعمل في اخر وقت ممكن 60% اللي هي تو 82%. نعم. من الناتج الاجمالي. من ضمن الحاجات اللي تسرع لك في تقليصه هي تنفيذ مقاصد الديون بين المؤسسات العموميه. وكتبت فيه برشا مرات لا حياة لمن تنادي صم بكم عمي. تقول الحكومه مش هنا مبنجين محاربشين دروغي تقول فيهم اللي تحب.